سلام حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة تاع جاتو لعشاق العسل. لهنا واش عندي 4 عظمات ونص كاس سكر ومغرف فاني ونخلطوه مليح 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 بالفوي ولا بالباتور كيما تحبوا، نفس النتيجة يعني. عندنا كاس زيت وكاس عسل. نخلط من بعد البنات ندير ساشي تاع بيكربونات، هذه اللي تكون صغيره، اي تجي مغرف صغيره معمره بيان خلاح يعني كي تقيسي بالمغرف. من بعد الخمير الفارينه البنات، نزيد بالتدريج حتى نتحصل على عجينه كيما راكم تشوفوا، اي بس من تاع المسكوتشو. نقسمها على زوز، نديروها في البلا طيب ونثقبها، يكون مدهون بالزيت، ما تخافوش ما تلصق ما والو، كي ديروا شويه زيت ما تلصقش. فوالا انا هنا عندي زوز بلاطوات كيما بعضاهم طيبت فيهم، اذا عندكم واحد برك ماليش طيبوا بالوحده عادي خلاص. من بعد البنات انا هنا راني غلطت، ما قلبتش الطبقه الاولى، نورمالمون نقلبها ندير الوجه التحتاني مع الوجه التحتاني شغل يلصقوا في بعضاهم. انا غلطت درت كيما راكم تشوفوا، بصح يعني نفس النتيجه، غير وشي هو كون ديروا هذاك الوجه التحتاني لاصق في الوجه التحتاني تاع الاخرى خير. تلصقوهم بالكونفيتير. من بعد تزيين البنات انا حكمت هنا الحواشي، قصيت كيما هكا، من بعد حطيتهم في البلا، فتفتهم مليح مليح مليح، درت طبقه تاع كونفيتير هكا من الفوق، وهذاك الحواشي اللي فتفتهم زينت بهم من الفوق. اذا نتوما ما حبيتوش ديروا كيما هكا ما تقصوش الحواشي، ديروا طبقه تاع شوكولا نورمال بيضه كحله كيما تحبوا نتوما، ولا ديروا غير نواه كوكو، بصح كي ديروا هكا يجي شكل احلى واحلى. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات، واذا ما فهمتوش الشرح بيان عاودوا اكتبوا لي في التعاليق دوك نفهمكم نورمال. لهنا نقطعوها البنات كيما تحبوا، والشكل اللي تحبوا والحجم اللي تحبوا، انا راني قصيتها كيما هكا، يجي ذايب ذوبان البنات وما يتشبعش وما يقهمش.